السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. علاش نتيا مدلوله؟ علاش نتيا اللي كتعطي دائما وما كتاخديش؟ علاش فهمتي الحب غلط؟ كيفاش تقدري تفكي التعلق ديالك؟ ما كاينش فينا اللي ما تعلقش في الحياه ديالو بشي انسان، سواء الزوج ديالك، سواء لي بارون، سواء صديقه. مهم كتولي سعادتك مقرونه بداك الانسان. ملي معاك هذاك الشخص وراضي عليك وفرحان معاك وعطيك الوقت، راه انتيا فرحانه وبخير والدنيا حلوه. ما معاكش اولا مخاصم معاك، فين ما كنتي مع من ما كنتي ما عندكش القنايه الحبيبه ديالي. الهواء اللي كتنفسيه مخلوط، خاص حتى يكون هو معاك عادي يكون الهواء نقي. هذا ما سميتوش حب، هذا ماشي هو الحب، هذا التعلق. والتعلق هو اللي كيخليك ما تعرفيش القيمه ديالك، كترخصي راسك، كتبيعي راسك بثمن رخيص. وهاد الحلقه ديال اليوم جينا نهضروا كيفاش تعززي راسك وكيفاش تعطي راسك الثمن. تقولي واش انا سلعه؟ انت كثاره حبيبتي، تعطي راسك الثمن وتفكي راسك من هذاك التعلق اللي انتيا فيه. انا ما كنقولكش نتفارقوا، كاينين حالات ما يمكنش يتفارقوا، ما يمكنش ديري ستوب لديك العلاقه. كاين كتكون مزوج عندك معاه وليدات، ما يمكنش تفكي العلاقه غير حيت انتي السبب ديال انك انتي ما عرفتيش تعطي راسك القيمه. السبب هو انك انتي تعلقتي به وعطيتيه يمكن اكثر من قياسه. السبب هو انك عطيتيه هو القيمه حتى انعدمت القيمه ديالك نتيا. ما يمكنش نتفارقوا مع الوالدين، ما يمكنش نتفارقوا ربما شي صديقه ديال الطفوله العمر دوزتي معاها كذا وكذا، ما يمكنش غادي تجيو هوب خواتاتك وتقسموا تحيدوا زعما العلاقه تحبسوها. ولكن كل شيء عنده الحل، كل شيء عنده العلاج. اليوم جينا نفهموا كيفاش نفكوا التعلق ديالنا من هذاك الشخص. سهله جدا. غتقولي لي انا صعيب عليا، انا كنهضر على حالات غيفهموني، حيت هادشي اللي غنهضر عليه اليوم ما كاينش اللي داز منه وكاين اللي كيعيشوا اليوم وما عرفش كيفاش يخرج منه. الا كنتي اول مره كتشاهديني وكتشاهدي القناه جيت نحكي مع لمياء، اشتركي معنا في القناه وفعلي الجرس باش توصلي بالجديد وباش نبقى نطلع لك كل مره درت فيديو. وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم ونبداو بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتعلقي بشي انسان هي انك كتخافي انك تخسريه. الحب حاجه زوينه، ولكن التعلق حاجه اخرى بزاف. ملي كتكوني خايفه انك تخسري شي انسان، خايفه اليوم راه معاك ولكن انت كتفكري في غدا يقدر ما يكونش معاك، انا خوف من انك تفقدي هذاك الانسان، خوف من انه يمشي كيسبب لك توتر وكتكوني مريضه نفسيا، كتمرضي في النفس ديالك، تقدري تعبي في الصحه ديالك، لان الحياه ديالك ما بقاتش في الملك ديالك وهبتيها لهذاك الانسان. كيدير لك ما بغا، هو اللي مسيطر، هو اللي محكم فيك. يقول لك الشراره تيتيني فيقي جلسي اللي قالها لك كديريها سمعا وطاعه. علاش؟ لانك كتقولي الا قلت ليه لا، الا ما وافقش فهو غيمشي. ونعطيك واحد العباره وسطري عليها بالخط الاحمر في هذا اللون اللي لابسه. الا كنتي خايفه تخسري شي انسان فراكي خسرتيه. هذا هو اللي كاين. الا كنتي خايفه تخسري شي حد وكتحاولي جاهده وكتقدي من عندك وترقعي من هنا وتقدي من هنا باش ما يمشيش، باش ما تخسريش، عرفي راسك راه انتي خاسره اصلا. هنا انتي ما عطيش راسك القيمه، انتي ما عطيش راسك الثمن كيف ما كيقولوا، ما ديرش راسك الثمن. انا نشرح لك واحد المثال بسيط وغادا تفهميني. بحال الا دخلتي لواحد المحل باش تشري شي حاجه، حوايج ربما صاك، وقال لك مول المحل باللي هاد الصاك هذا مثلا داير 300 درهم. صافي كتشوفيه 300 خارج عجبك ولكن جاك غالي، كيقول لك غير اجي خوديه انا غنتصاوب معاك. كيقول لك خودي ب 200 درهم. اش كتقولي لي نتيا؟ 150 ناخذها. كاينه ولا ما كايناش؟ كتشطري معاه لانه فتح لك واحد المجال ديال انك تشطري
ورخص من السلعه ديالو، هبط ليها من القيمه ديالها. هكاك نتيا. وملي كتدخلي لشي محل داير لي بريفيكس، ديه ولا خليه، كتهزي شي صاك ب 400 درهم، غلا من هذاك اللي شفتي اللي تشطرتي عليه 400 درهم، كيقول لك كتقولي ليه واش ما يمكنش زعما شي رميز شي حاجه تنقص لينا في هذا الصاك هذا، راه عجبني. كيقول لك اودي هذاك البري ديالو فيكس، ما نقدروش نقصوا منه. وعلاش زعما لقيتو في السويقه في باب الروح غير بقل الثمن وهذا؟ لا لا، هذا راه ماشي بحالهم. كيبقى يعطيك القيمه وكيعطيك لي زافونتاج اللي في داك الصاك، وتيبقى يقول لك راه السلسله ديالو ما كتكحالش، وحكا واخا ديريه واخا يتقاس لك بالماء واخا يتقاس لك بالريحه، السلسله ديالو كتبقى كيف ما هي، الجلد اللي فيه فري. كيبقى يعطيك شحال من حاجه كيشكرها هو راه ما فري ما والو، وتيبقى يشكر لك في داكشي. انت كترسم لك واحد المخيله ان هذاك الصاك ثمين ما يمكنش يتباع. انت كتقولي ما يمكنش نشريه بهذاك قل الثمن، كتقولي نمشي ربما يقول لي نقص، كتمشي وما كيقولكش اجي. كتمشيو تضربي دوره في ديك السويقه كامله، وكيبقى هذاك الصاك في عقلك. كاينه ولا ما كايناش؟ وتقدري تمشي حتى للدار وتيبقى في عقلك، كتقولي هذاك الصاك ما ندمت علاش ما خديتوش. وإلا كنتي باقا في السويقه تقدري ترجعي وتشريه. كاينه ولا ما كايناش البنات؟ هكاك نتيا ملي كتفتحي مجال المفاوضه، دابا غتقولي لي انت شرحتيها لنا بالبيع والشراء. علاقتنا مع البشر اخذ وعطاء، بحال شي بنكه كتعمر الصول ديالك، تجبد تتلقى ما تجبد، ما عمرتيش ما كتلقى ما تجبد. علاقتنا مع البشر بحال هكا بصفه عامه، ما غنقولش لكم اليوم الراجل ولا صاحبتك ولا جارتك ولا اختك، بس علاقتك مع البشر بصفه عامه. ملي كتعطي لراسك وكتفتحي مجال المفاوضه والتنازلات، تماك كيرخصك هذاك الانسان اللي قدامك، وكيبغي، حنا الانسان طماع وكيبغي ينقص اكثر باش يديك باقل ثمن. للاسف ما ترخصيش راسك لحتى شي انسان قدم ما بغيتيه قيمتك. ولكن شوفي فيها ماشي عاوتاني تكوني نتيا ما تسوي بصله، نهضر معكم بصريح العباره، ماشي تكوني نتيا لا اداب لا اخلاق لا زين لا مجي بكري لا نظافه، ما فيك حتى شي حاجه اللي زعما غتميزك انك بصح طلبي الثمن وتبداي تطلبي الثمن. واش واحد الحاجه كتشرى ب 10 دراهم فين ما والك تلقايها غادي نجي ناخذها عندك نتيا مثلا 100 درهم ولا 200 درهم؟ ما يمكنش. واش فهمتيني؟ يعني انت خصنا تخدمي على راسك بعدا باش ديك القيم اللي كتهضري عليهم. علاش ملي كنكونوا خاويين ما كنعرفوش نقيموا راسنا، ولكن الا كنتي عامره كتعطي راسك القيمه. وانا قاريه، انا انسانه مثقفه، انا انسانه ملتزمه، كنعرف بيني وبين الله، انا كنبحث وكنجمع. انا ما يجيش شي واحد يتفلى عليا، انا ما يجيش شي واحد يضحك عليا، ما يجيش شي واحد ياكل ليا دماغي. انا كنعرف مثلا نطيب، انا عندي بزاف ديال الميزات، انا بزاف ديال الميزات كنتميز. ما نجيش انا ويديني فابور. علاش غادي يجي ويديك فابور؟ مالكي شيطه. الحاجه اللي ما عنديش نخدم عليها ونكمل بها راسي، وما نرخصش راسي لشي انسان. هو ملي كيديك بالغالي وبالثمن، وانا غنشرح لكم الثمن هنا شنو هو، ما كنقصدش انايا الفلوس بالبته. ملي كيديك بالغالي كيتهلا فيك وكيحافظ عليك وكيخاف لا يخسرك. بحال انا نعطيك مثال بسيط، بحال ملي كتشري واحد الخاتم ديال الذهب وكتشري واحد الخاتم ديال بديل الذهب بلاكيو. هذاك الخاتم ديال الذهب يا لاله كديريه في واحد الصنيديقه، وديك الصنيديقه في صنيديقه واحده اخرى، وديك الصنيديقه في الماريه، وكتدي عليه بالقفل وكتلبسيه في المناسبات وكتلبسيه في البلاصه العزيزه وكتلبسيه قدام الناس العزاز وكتلبسيه حتى حدا العدا. ايوا ملي كتشري هذاك البلاكيور فين ما ولا كنلقاو داك الخاتم، مشينا للطواليت كنلقاوه مليح في الحمام، مشينا للكوزينه كنلقاو حدا قصعه العجينه، فين ما مشينا كنلقاوه مسكين ما عنده حتى شي قيمه، حيت هذاك الخاتم دار لراسو القيمه، حيت الذهب لا بالغرام. واش فهمتيني؟ والاخر كيتباع بالعرام كيف ما كيقولوا. قلت لك انت اللي خاصك تعطي القيمه لراسك، ما تسني حتى شي واحد يعطيها ليك وما تنازليش. شوفي احنا دابا بغينا نبداو نفكو. اول حاجه اول خطوه هي انني ما كنفكرش في غدا واش يكون معايا ديك الانسان واش ما يكونش وجوده. هو الاكسجين كناكلو وكنشربوا الماء وكنتنفسوا الاكسجين، ما كايناش سميتو هنايا. اتفقنا؟ دونك نتيا عايشه بداك الانسان ولا بلا بيه. كيفاش ما غنفكرش انه محور حياتي، ما نفكرش في غدا، لان المستقبل بيدي الله. هذه اول حاجه.
ثاني حاجه ما غنبقاش نبكي على داكشي اللي داز، حكا دار ليا البارح، حكا في هاد اليوم نبقى نبكي انايا ونتبخنن ونخنن وندنن على داكشي اللي وقع البارح اصلا. لا، حنا ولاد اليوم، كنعيش اليوم وكنعيش لراسي وكنعيش كان معايا وقدر يسعدني وإلا كنتي هاد المراه اللي كنقول لك فغادي يكون معاك وغادي يسعدك وهو اللي غادي يقلب عليك وهو اللي غادي يهتم بك. ما كانش فانا سعيده به ولا بلا به، انا خالقه لراسي واحد الجو وخالقه راسي واحد محور سعادتي كيدور عليا انا. ثالث حاجه هي الكبيده ديالي هي انك ما تنازليش دغيا، ما تقوليش لا صافي غنهبط من راسي، صافي راه غادي يمشي، عيقت عليه راه بحال هكا جالسه كنتنفخ عليه، جالسه كنكبر راسي، جالسه كنبعد عليه، عطيت له راسي القيمه بزاف، راه غادي يمشي. ما غاديش يمشي، غادي يتبعك. هذاك غير صبري، خاص غير شويه الوقت. بحال شي واحد ملي كيحل شي مطعم في الاول محل ديال الماكله وداير واحد لي بري اللي غادي يسلكوه على حساب الجوده ديال لي برودوي ديالو اللي كيخدم بيهم، على حساب السيرفيس اللي كيقدم فهاديك المطعم. ما كنقدمش انا واحد خاسر، انا كاين مخسور ملبسه لي سيرفور لبسه بالثمن. مهم ما نهضروش هذا موضوع اخر، ولكن انا عندي كنقدم واحد الخدمه اللي انا كنخسر فيها، عندي فيها لا شارج، الوغ كو خاصني نبيع بالثمن من حقي. ارانا ما كيجيوش عندك الناس بزاف لي ديبي، ما كيجيوش الناس بزاف، ما كيعرفوش الناس المحال شحال من حاجه. اول حاجه غتفكري فيها هي انك غتنقصي من الثمن، وهذا اكبر غلط. هذا غلط. ملي كتنقصي من الثمن يعني كتنقصي من القيمه ديال البرودوي ديالك، يعني هادوك الناس اللي نتيا كيجيو عندك اصلا دابا مشكوك فيهم انهم يجيو مره اخرى. اتفقنا؟ هادشي علاش كنقول لك ما تنازليش دغيا، ماشي ما تنازليش دغيا، ما تنازليش كاع. علاش كنقول لك انا ما تنازليش؟ حيتاش انا هذا هو ثمني. ثمنك شنو هو باش نهضروا على الثمن؟ الثمن هو شروط السعاده ديالك، هذاك هو الثمن. ما كنهضرش انا على الفلوس، على شحال غيعطيك صداق، على شحال غادي يجيب لك، لا لا لا، ما تنهضرش انا شحال كيعطيك كل نهار الا بالنسبه للازواج، لا، تنهضر لك انايا على الثمن ديالك اللي هما شروط السعاده ديالك. فقدرتي تخلص مرحبا والف مرحبا، ما قدرتيش تخلص الله يعاونك والباب يفوت كامل. شروط ديال السعاده ديالك، اولا خاصك تكوني مع واحد الانسان اللي نتيا مرتاحه معاه، قادره انك تقولي بغيت هادي، وقادره انك تقولي لا ما بغيتش. ماشي كتقولي مع راسك، حيت الا كنتي كتقولي ناري الا قلت ليه لا صافي مشى. الا كنتي كتقولها فانت في علاقه سامه، انت ماشي في علاقه سليمه. الا كنتي مع شخص وانت مرتاحه طوطالمون لدرجه انك تقدري تقولي ليها ودي راه بغيت ندير هاد القضيه هادي، بغيت نفتح هاد المحل، بغيت ندير هاد المشروع، بغيت، عندك طموح معاه، حياتك ما حابساش، ما وقفاش في العجينه والشقه والطياب، اي حاجه بغيتي ديريها فيما يرضي الله، ما تيمنعكش ما تيقاطعكش، انت في علاقه مزيانه. الشروط من بين الشروط انك ما تقبليش واحد الحاجات. انا كتحطي بنود ديالك، اودي انا راه ما تنقبلش مثلا الخيانه، ما تنقبلش قله الاحترام، ما تنقبلش تحطي هذوك البنود، وهو كيعرف مزيان شنو ما كتقبليش. الحاجات اللي كيعجبوك والحاجات اللي ما كيعجبوكش، وكيخدم وكتشوفيه كيجاهد على الحاجات اللي يعجبوك يحققهم معاك ويديرهم لك، والحاجات اللي ما كيعجبوكش والحاجات اللي كيقلقوك والحاجات اللي كيضروك كيجتنبهم. فهنايا حقق خلص الثمن. كنقولوا ليه مرحبا والف مرحبا. ملي كتكوني باش ما تفهموش غير على الراجل بصفه عامه، باش تعرفوا ان كنهضر على كل شيء. صاحبتك مثلا قالت لك ودي راه بغيتك تمشي معايا للسويقه، انت مثلا واخا ما كنظنش شي بنت كاينه ما عزيزش على السويقه والدوران، كتقولي ليها انا شوفي ما عنديش مع ديك السويقه وهذه، الا بغيتي تشري شي حاجه زعما معينه نمشي انا وياك لشي بوتيك نيشان خديها ونرجعوا. ابار سا راه ما نقدرش نمشي معاك للسويقه، سمحي لي. الا كانت عندك صاحبتك وكتقدري تقولي لها هذا وكتفهمك وما كتقلقش منك، فهذه هنا علاقه سليمه. الا كنتي كتقولي لا انا راه غادي نمشي معاها بزز مني، واخا انا راه ما باغاش وما قادراش وما كتعجبنيش داك الرواج وداك الشيء، ولكن غنمشي معاها غير باش ما تخلينيش، غير باش ما تقلقش عليا، فانت هنايا في علاقه ماشي هي هذيك، ماشي صحيحه. انت خصكي تفكي التعلق، انت خصكي. وكيفاش غادي تفكي هذا التعلق هذا؟ هي انك غتعيشي الحاضر ديالك كيف ما قلت لك، ما نبكيش على اللي داز وما نفكرش في غدا واش غادي يكون معايا داك الانسان ولا ما يكونش معايا. بطبيعه الحال
ما غنديرش الحاجات اللي كيجرحوه كيف ما قلت لك، ما غنديرش الحاجات اللي كيأذيوه، عارفه الضر ديالو ما غنجرحوش فيه، ما غنحكش على الدبره. فهمتي؟ هو وراني الاضرار، هو وراني فين عنده الضر، دونك انا ما غاديش نحك على ديك الدبره، غادي نحترمه وهو كذلك. خاص يكون هادشي هذا متبادل. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه انني ما نتنازلش حاجات اللي انا لا اقبل بهذا، فانا لا اقبل بهذا. فهمتي؟ واخا تجي الامم المتحده انا ما نقبلش انني مثلا نجلس معك في هذا الوضع هذا، ما نجلسش معك في هذا الوضع هذا. انا ما نقبلش مثلا انك كتعامل معايا بهذه الاهانه وزعما تجي تلقاني ضاحكه ناشطه فرحانه، انا ما غنقبلش. زعما وهي حيت كنبغيك فانا غادي نسمح في كرامتي تهان، ونسمح فيك تعاير فيا وتشرشم وتعاير الوالدين والمله ونسكت زعما عادي، وهي حيتاش باش ما نخسركش انايا فغادي نبقى معك. هذا غلط. وهنا فين كتدل المراه، هنا فين كتدل ملي كيتخاصم معاك الراجل وكيكون هو اللي غلط وكتمشي عنده وكتعتذري. كاين تقولوا لي لا كاينين هاد الناس هادو، كتمشي انت عنده كتقولي ليه وصافي وهكا غير كول ماشي مشكل هكا. دابا كل ماكله ما كيغضبوش عليها الناس، يغضب يتفرقع يطرطق، انت اللي خاصك تغضبي، خاصك تعرفي راسك وقتاش انتيا اللي عندك الحق انك تغضبي. وملي كنغلطوا ماشي مشكل اننا نعتذروا، الاعتذار من شي من الكبار، ماشي اي واحد كيقدر يعتذر. ولكن الا كنتي انت هي المجروحه انت هي المظلومه ما تسبقيش كتجري باش دوي معاه على اساس هو هضرتو كتحلي البحر. هضرت عادي هضر ما هضرش، كنخلق راسي السعاده كيف ما قلت لك في نفسي انا في ذاتي. ملي كتعطي الانسان واحد المساحه فين يفكر راكي مقلقه راه غلط معاك، كيفكر وكيجي هو يعتذر. كوني على يقين انه كيجي يعتذر. شحال ما طال الحال كيعتذر الا كان غلط. ولكن الا ولفتي انك انت كتكوني وتا حاجه ما كتولف، فهمتيني؟ قال لك ولف عاده قطع عاده عليها التعاده، ماشي مشكل نتعادى انا على هذيك الحاجه اللي ولفت اللي درت انا غلط لراسي، ولفت لذاك الانسان انني كنمشي كنعتذر، ولكن غنقطع صافي غنحبس. انا واحد النوبه غلطتي فيا من بعد هاد النوبات كاملين انا غنوقف نهضي براسك، نوضي براسك وخدمي على راسك. القيمه اللي كتعطي نتيا راسك هي اللي كيعطوها لك الناس، الثمن اللي كتحدديه لراسك هو اللي كيعطيوك الناس. وارخص مازال، كل ما رخصتي راسك كل ما كيرخصوك اكثر. عطيتكم المثل ديال المقارنه بالاخر بالمشاطره كيف ما كيقولوا هنايا. وغادي نكون ساليت الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفكره تكون وصلات، هضرت بزاف صراحه، ونتمنى واخا هكا نكون خفيفه على قلوبكم وتاخذوا مني استفاده ولو بالقليل، ما نكونش غير داويه خاويه كيف ما كيقولوا. وحتى لهنايا وغادي نقول لكم احبتي في الله، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنسينيش من اللايك ديالك، ما تكونوش بخيلين كتفرجوا في الفيديو ما كديروش اللايك فضلا وليس امرا. حتى هنا وغنقول لك القاك في الفيديو المقبل ان شاء الله في صحه جيده وفي اطيب الاحوال. الى اللقاء.